السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيقول لك انتوا بتقولوا ان الخروج على الحاكم المسلم حرام، فلماذا خرجتم على محمد مرسي؟ تعال اقول لك القاعدة الشرعية في هذه المسألة التي لا تتغير ولا تتبدل ولا تلون فيها ولا مجاملة فيها لأحد كائنا من كان. أجمع أهل السنة والجماعة على أنه لا يجوز الخروج على الحكام ولو كانوا فسقة ظالمين، وقالوا ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. هذا الإجماع وهذه القاعدة مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ومن قوله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. ومن قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، إلى غير ذلك من عشرات الأحاديث والنقولات عن الصحابة والآثار عن التابعين والإجماعات عن السلف المرضيين رحمهم الله. محمد مرسي إخواني مبتدع من ضمن جماعة الإخوان المفسدين التي يجب التحذير منها ومن سائر الجماعات المنحرفة التي تسببت في خراب وسفك دماء المسلمين وتكفير المسلمين بلا بينة ولا دليل، لمجرد أنك لست من ضمن جماعة الإخوان المفسدين. حصلت الثورة على مبارك، وكانت جماعة الإخوان المفسدين هي المحرك الأساسي لهذه الثورة، وكان محمد مرسي من ضمن الخارجين على الحاكم في هذا الوقت. ومع ذلك لا يجوز الكلام فيه وقت فترة حكمه، لأنه لا يجوز الكلام في عيوب الحكام، وهذا مما يخالف منهج أهل السنة والجماعة. ثم بعد ذلك تولى محمد مرسي الحكم، فقلنا بالسمع والطاعة له من أول يوم تولى فيه، ولم نتكلم فيه ولا في عيوبه ولا في أخطائه مثل سائر حكام المسلمين، لأن الحاكم عند أهل السنة والجماعة سين صاد دال. أي حاكم سواء من 1400 سنة إلى 1400 سنة قادمة من أمة الإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا يجوز الخروج على حكام المسلمين ولو كانوا فسقة ظالمين، ولا يجوز الكلام فيهم ولا نشر عيوبهم. ثم بعد ذلك خرج الناس على محمد مرسي، وأمسك الجيش بالبلاد حتى لا تنهار وحتى لا يتدخل الأعداء في البلاد بحجة حفظ الأمن في البلاد. ثم بعد ذلك استقر الحكم للرئيس السيسي وفقه الله ورزقه الله البطانة الصالحة، فلم نتكلم بخروج على محمد مرسي ولم نخرج عليه ولم نحض على الخروج عليه، بل حذرنا من ذلك، لأن المبدأ واحد لا يتغير، عقيدة واحدة لا مجاملة فيها لأحد ولا مداهنة فيها لأحد ولا تبرير لأخطاء أحد في ذلك.